هلو يا سكات. طبعا اليوم بقول لكم كيف تسوون نفس هذه شخصية القناة حقتي، يعني كيف وليه يعني كيف تسوينها وكيف سويتيها. أول شيء تدخلون روبلوكس، وبعدين تدخلون شخصياتكم وتحطون أي رقصة تبونها. طبعا أنا بحط رقصة اللي أبيها، أوكي، وأصور صورة ثانية. كيف؟ يعني كذا أنا بصور، نترك شوية كذا فراغات عشان إحنا بنشيل هذا، فلا تضايقونها كثير، ما راح تضبط معكم، فصيروا زيي. بعدين تدخلون جوجل، أتوقع جوجل أو أب ستور أو سفاري. أنتم قولوا صور. أنا طبعا بحط الصورة اللي بيها. بعدين تدخلون هذا التطبيق وتضغطون الصورة، أوكي، وتحطون الصورة اللي حطيتوها أنتم. بعدين تحطون الصورة اللي حطيتوها بالبداية، تحطون المقاس اللي تبونه. أنا بحط الكبير. وبعدين تضغطون انقطاع وتضغطون على المحاية إذا تبون تمسحون شيء. أنا بحط المسح اللي بدور كذا وأمسح الأخطاء اللي موجودة بالشخصية أو طلع شوية حاجات. بعدين تحطونها. بعدين تحطون كتابة، تكتبون اسم قناتكم. أنا بكتب اسم قناتي ماي كيوتي جيمز. وبعدين تحطون على الشخصية على اللون اللي تبونه. يعني مثلا شخصيتكم سوداء، لازم تحطون الخلفية أسود، ولون اسم القناة باللون الأسود. أوكي، وخلاص إذا خلصتوا بعدين جايز تضغطون على القلم، تضغطون التعديل، تضغطون على الألوان. ثواني أنا أخطأت شوي، اعذروني شوي. تضغطون على الألوان، تضغطون على التنعيم، تحطون على التنعيم القصير شوي. طبعا بوريكم أنا كذا التنعيمات. طبعا أنا بحط التنعيم اللي أبغاه، بس بخليه شوية باين. أوكي، صبر. هذا التنعيم اللي أبيه، ولا لا ما أبيه. تحطونه بالمكان اللي تبونه. تحطون الفيسات اللي تبونها. أنا بحط فيسات. طبعا اللي ما يبي فيسات عادي ما يحط، ترى مو لازم، بس أنا كبرت الأمور شوي. فيلا أنا حطيت شوية فيسات، وبطلع التنعيم شوية، بخليه كذا زين. تضغطون على ذي. صبر أنا بضغط. أوكي، طبعا بيجيكم إعلان. أكثر شيء شيئا. فثواني تدخلون. خلاص كذا خلصنا. لا حد يتلخبط، لأن كل شحنة أنا بغير لهذا، يعني نفس الشيء بس إنه غير الشخصية.